هل أقدر أنحف 10 كيلو خلال 30 يوم بس؟ في هذه السلسلة قررت اني انحف 10 كيلو خلال شهر رمضان، والنتيجة راح نشوفها في اخر الشهر. اهلا وسهلا يا جماعة الخير في اليوم 19 من رمضان. طبعا يا جماعة الخير اليوم مرة ما صورت شيء ولا مشيت، على طول لبست وحركت على بيت جدي. فاليوم يوم الجمعة وبس، والله ان شاء الله تستمتعون فيما تبقى في هذا اليوم. طبعا يا جماعة الخير حان وقت المشي بعد ما خلصنا صلاة العشاء والتراويح، وبرضو في مباراة اليوم الاتحاد والفيحة. الله يوفق الاتحاد باذن الله، راح نفوز باذن الله. طبعا النتيجة الان 1-1، وبنزيما ضيع بلنتي. اخي بنزيما التنفيذ عنده في البلنتيات ماشي، خلوا حمد الله افضل منفذ لركلات الجزاء في الاتحاد. يلا بس يا رب بس تكمل ونفوز باذن الله. طبعا جاني كومنت يقول عشان ما تتعب ولا تبذل مجهود جيب لك مويه. الان شريت لي مويه، يلا خلونا نحاسب. طبعا يا جماعه الخير خلصت مشي الحمد لله وفاز الاتي، يعني انا مبسوط خلاص. اذا فاز الاتحاد انا مبسوط، انا اسعد واحد في الكون الحين. طبعا بعد ما خلصت مشي والاتحاد فايز، واليوم عندي وجبه مفتوحه يعني اكل اللي ابي. فيب، وخطوات اليوم يا جماعه الخير 10,809. انا شيل مع التسعة وامس 606 مدري كم. فيب، وهذا سحور يا جماعة الخير، وجبة كاملة واحلى سحور الحين. وبعد خلاص نومة خلاص، انا تعبان اليوم ما قصرت اليوم. فبس والله نشوفكم في اليوم اللي بعده. الان جاء وقت اني اصلح السيكل، خلونا نركبه في السيارة. انا سيارتي صغيرة بس عندي طريقة اقدر ادخله فيه. فيب ليتس جو. اهلا وسهلا يا جماعة الخير في اليوم العشرين من رمضان، بعد باقي 10 ايام. استغلوا العشر الاواخر يا جماعة الخير. وبس زي ما تشوفون السيكل وراي خلاص جاء وقت ان اصلحه، فركبته والى محل تصليح السياكل. ليتس جو. طبعا يا جماعه الخير حطيت السيكل الان وبصلح ان شاء الله. هو مشكلته زي ما قلت لكم ورا اول، فان شاء الله يضبط. طبعا يا جماعه الخير بعد ما حطيت السيكل بالمحل الان رايح البيت. يا رب يمديني امشي، اذا ما مداني امشي عاد بصور لكم اقول لكم ما قدرت امشي. باقي طبعا على اذان يا جماعه الخير نص ساعه، ما ادري اذا يمديني امشي ولا لا، لكن خلنا نروح من البيت ونشوف اذا يمدي ولا لا. طبعا يا جماعه الخير ما يمديني امشي صراحه، ما عاد باقي الا 10 دقائق. وغير كذا اصلا انا ماشي كنت في السوق اليوم بس ما صورت. وفطور اليوم راح يكون 3 تمرات ومويه وشوربه ولا شيء كذا بسيط عشان العلاج حقي. يعني ما راح انا ما في لعب، ما عاد باقي الا 10 ايام، لازم ننحف، لازم نوصل للهدف، الى الهدف. ليتس جو. طبعا يا جماعه الخير استلمت السيكل الحمد لله. شوفوا هذا السيكل بعد ما ضبطناه، يا سلام سلم. المشكله تذكرون اللي كانت هنا ضبطتها وركبت نور وركبت الساند حق الجوال ونور امامي، يا سلام سلم. شوفوا اسلم. والان الى البيت والحافظ الله بالسيكل، ما عاد باقي شيء ووصل. شوفوا قاعد اتابع مباراة الهلال والشباب في الطريق الى البيت باذن الله. يعني يا جماعة الخير انا وصلت البيت خلاص، وبرضو قاعد ابث في الانستغرام. شوفوا شوفون قبلكم المقطع يقول لكم الاشتراك اهم شيء، لا تنسون اللايك. هاي يوتيوب يلا تعالوا حسابي في الانستغرام هذا هو، او تلقونه في الوصف. اشتركوا يا حبايب وتعالوا عندنا بالانستغرام. طبعا يا جماعة الخير بعد ما وصلت البيت خذيت لي شاور على السريع، والآن نازل أصلي يا جماعة صلاة القيام. استغلوا هذا الأيام 10 الأواخر وبس، والله نأتيكم بعد ما أخلص. سلام. طبعا يا جماعة الخير خلصنا صلاة القيام، والآن جاء وقت السحور. وسحور اليوم زوادي، يعني ما في شيء جديد، لازم ذا الفترة خلاص ما في لعب. والمهم يا جماعة الخير قاعد أتابع فالكونز، بث فالكونز على أنا كلشت ولا لا؟ المهم بث فالكونز على تويتش. وبس كذا انتهى يومنا، ونشوفكم في اليوم اللي بعده. سلام. أهلا وسهلا بكم يا جماعة الخير في اليوم 21 من رمضان. كيف حالكم؟ طيبين؟ طبعا أمس نسيت أوريكم كم مشيت، اللي هو 10,918. طبعا يا جماعة الخير نزلت المقطع الخامس من السلسلة، أتمنى ننال على إعجابهم. وبس والله أنا الآن في الدوام، خلونا ننزل ونرجع لكم بعد ما أطلع من الدوام. طبعا يا جماعة الخير طلعت من الدوام ووقفت أصلي صلاة العصر. قبل ما أنزل أصلي الحمد لله الحالة اللي كنت أحطها خلال 5 أيام 5 مقاطع الحمد لله أنها تقفلت، وبحط لكم حالة جديدة تحت في الوصف، فأتمنى أنها تتقفل قبل نهاية رمضان إن شاء الله. فبس والله خلونا ننزل نصلي وبعدها إلى البيت والحافظ الله. طبعا يا جماعة الخير رجعت البيت وحان وقت السيكل خلاص. حاط الجوال هنا، شوفوا حاط الجوال والسيكل، بسم الله نبدأ.
طبعا بعد ما خلصنا الفطور الحمد لله، والآن متجه إلى الدوام. ما أدري إذا تسمعون ولا لا، لكن أمطار الحمد لله لك يا رب. 10 الأواخر وأمطار الحمد لله لك يا رب. ادعوا استغلوا هذا الأيام يا جماعة، استغلوا هذه الأيام الحمد لله لك يا رب. يلا إلى الدوام والحفظ الله. طبعا يا جماعة الخير قاعد أمشي مع الأجواء ذي أمطار، ما أدري إذا تشوفون في الكاميرا واضح، لكن شوفوا نظاراتي قاعد أمشي بالأمطار. أخي شيء خرافي شيء خرافي الحمد لله. الله يا جمال الأجواء، أجواء خنفشارية خرافية كذا، مطر مع هواء بارد. بعدين أجيكم بكرة أقول لكم زكم. طبعا يا جماعة الخير طلعت من الدوام والحين أمطار ما شاء الله تبارك الرحمن. المهم اليوم حتى ما مشيت شيء، مشيت 5100 تقريبا. إذا رجعت البيت وريتكم ما مشيت شيء من الأمطار كذا، ما أقدر أمشي حرفيا، أمشي أمثل مويه. فما بي أنا والله أتعب صراحة. تعرفون العيد قرب، وصراحة لازم تكون بأقوى عافيتك. وبس والله الآن راجع البيت، نلقاكم هناك. وبس والله يا جماعة الخير وصلنا إلى نهاية هذا اليوم، ومشيت اليوم 5230 خطوة. زي ما قلت لكم اللي أمطار وكذا ما قدرت أمشي عشان ما أتعب. فسحور اليوم يا جماعة الخير بيض 2 خلاص الحمد لله، بروتين والأمور طيبة. بس والله نشوفكم في اليوم اللي بعده. سلام. أهلا وسهلا يا جماعة الخير في اليوم 22 من رمضان. طبعا يا جماعة الخير الساعة الآن 6:14 دقيقة الصبح. رايح حتى شوفوا ما غيرت، رايح اشتري ملابس للعيد. فبس والله ما عاد في وقت، يعني فصلنا ثياب وباقي بس الملابس. يلا إلى الوجهة والحافظ الله. طبعا يا جماعة الخير خليت لي وأحس باقي لي، يعني باقي الأشياء، بس أبغى أجي مرة ثانية وأخلص. يعني حاولت اللي أقدر عليه لأني فيني النوم مرة فيني النوم. فيب الآن راجع البيت وامطار يا أخي والله. شوفوا جيك للأمطار يا أبوي، جيك للأمطار ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا هذه فصلة نوم، يلا إلى البيت والحافظ الله. طبعا يا جماعة الخير بعد ما رجعت على طول أعطيتها نومة. قبل أذان المغرب ب10 دقائق قمت، ولا مشيت ولا شيء، والآن خلصت ومتجه للدوام بإذن الله. وبس والله. طبعا يا جماعة الخير انتهى الشوط الأول 1-0 للأهلي. والله الاتحاد ضيع كثير، يمكن 4 فرص مدي 5 فرص كلها ضاعت. بس الشوط الثاني إن شاء الله يكون أفضل ونفوز بإذن الله يا رب. طبعا الاتحاد خسر والآن طالع من الدوام. أنا ما أقول يا أخي الله ضيعنا كثير في بلنتي ما احتسب، لكن ما نبي نتحجج في التحكيم كثير. ولعيبتنا مع المنتخب، يعني أغلب لعيبتنا الأساسيين مع المنتخب، الله شيء يفقع القلب والله العظيم. ومشيت اليوم يا جماعة الخير 9205. فبس لأني ما مشيت العصر صراحة كنت نايم، فبس نتوكل على البيت وبعدها خلاص نتسحر، وبعد النوم خلاص نصلي فجر والنوم بإذن الله. بس والله سحوري لهذا اليوم رز ودجاج. طبعا يا جماعة الخير خلص المقطع، لكن بقول لكم شيء. أنا قلت في المقطع الماضي إني راح أطلع وزني في المقطع الجاي اللي هو هذا اللي قاعد تشوفونه الآن. لكن يا جماعة الخير فكرت فيه، قلت ما عاد باقي إلا المقطعين وشو لأن أطلع وزني، فأصبروا لين المقطع نتخلص أصورها وأخلصها ونشوف الوزن، لأن خلاص السلسلة راح تنتهي. أنا حزين، بفقد إني أمسك الكاميرا، بفقد أشياء كثير. وإذا ما سويت التحدي والله العظيم يكفي إن السلسلة عجبتكم. ثاني شيء إني حاولت. فبس والله إلى هنا وصلنا نهاية هذا المقطع. لا تنسون اللايك والاشتراك ونشر المقطع في كل مكان. كان معكم ناصر من قناة الميس. السلام عليكم.